الأندلس، الفردوس المفقود. عزيزي المستمع، في تاريخ الأمة الإسلامية صفحات مضيئة تنطق بالعز والمجد، وأخرى دامعة تنبض بالحسرة والخذلان. وهناك في أقصى جنوب غرب قارة أوروبا، حيث تتلامس الأرض مع البحر، وحيث تغفو الشمس على وجه المحيط الأطلسي، قامت حضارة ازدهرت بالعلم والدين والفن. إنها الأندلس، الفردوس المفقود. تلك الأرض التي عاشت في ظلال الإسلام 8 قرون، ثم أفلتت من بين أيدينا كما يفلت الماء من بين الأصابع. فما قصة الأندلس؟ وكيف بدأت؟ وكيف انتهت؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، الأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا التي تضم اليوم إسبانيا والبرتغال. تحدها من الشمال فرنسا، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الجنوب والشرق البحر المتوسط، ويفصلها عن المغرب مضيق جبل طارق. قبل الفتح الإسلامي كانت الأندلس تحت حكم مملكة القوط الغربيين، وهم شعب جرماني مسيحي حكم البلاد بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. كان الحكم القوطي ضعيفا ومليئا بالصراعات الداخلية، خاصة بين الملك لوذريقة والنبلاء. بدأت علاقة المسلمين بالأندلس عندما استنجد ياليانو أحد قادة القوط بالمسلمين للوقوف معه ضد ظلم الملك لوذريقة وطغيانه في شبه جزيرة إيبيريا، فوجدها المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتوسيع رقعة دولتهم. فكان القرار الذي غير وجه التاريخ العبور إلى الأندلس. في عام 711 للميلاد استأذن والي أفريقيا في المغرب موسى بن النصير الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في فتح الأندلس، فأذن له، فأرسل قائده طارق بن زياد على رأس جيش قوامه حوالي 7000 مقاتل، جلهم من البرابر المسلمين، فعبر المضيق الذي صار يعرف باسمه مضيق جبل طارق. ويوم وطئت قدمه تراب الأندلس أمر بحرق السفن، ثم خطب في جنوده: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وفي معركة وادي لكة التقى جيش المسلمين بجيش لوذريقة ملك القوط الذي يفوقهم عددا وعدة، ولكن النصر لم يكن بالعدد ولا العدة، بل بالإيمان والعزيمة. فهزم لوذريق، وتوالت الفتوحات بعدها حتى دانت الأندلس بكاملها لحكم المسلمين، وتأسست فيها مدن عظيمة مثل قرطبة، غرناطة، إشبيلية، طليطلة. منذ أن دخل المسلمون الأندلس يا عزيزي، أصبحت واحة للعلم والفكر والأدب والفن في أوروبا، وخاصة في عهد عبد الرحمن الناصر الذي أعاد الخلافة الأموية في قرطبة بعد زوالها في الشرق على يد العباسيين، فبلغت قرطبة ذروة العز والرقي، فشيدت فيها مئات المساجد، وأنشئت فيها الجامعات، وانتشرت فيها الأسواق، وأقيمت فيها الحمامات العامة، وكانت شوارعها مضاءة بالمصابيح، بينما كانت أوروبا تغرق في ظلام الجهل والتخلف. وفي مكتباتها التي تحمل مئات الآلاف من الكتب نبغ العلماء وتفجرت الفيوضات العلمية،
فلم تكن قرطبة فقط عاصمة سياسية، بل كانت منارة للعلم، فيها نبع الفلاسفة والأطباء والفلكيون، وهناك كان التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين واليهود واقعا ملموسا، فالجميع تحت راية العدالة الإسلامية يعيش ويبدع في احترام وتسامح قل نظيره في زماننا هذا. في العصر الذهبي للأندلس أشرقت شمس الحضارة على ضفاف الوادي الكبير، فانبثقت من قرطبة وغرناطة إشعاعات علم وفن أضاءت ظلمات أوروبا وأبهرت الشرق والغرب على حد سواء. كانت الأندلس ملتقى الثقافات، حيث تعانقت الأرواح في وئام نادر، وتفتقت العقول عن روائع الفكر والابتكار. هناك كان ابن رشد يناقش الفلاسفة، والزهراوي يجري عمليات جراحية، وابن حزم يصنف في الحب والعقيدة، وابن خلدون يضع الأسس الأولى في علم الاجتماع، وعباس بن فرناس يجرب ويحاول الطيران، وزرياب موسيقار الشرق يصبغ سماء الأندلس بلون جديد من الطرب، ويعلم الناس أصول الأناقة والذوق. ولسان الدين ابن الخطيب ينشد ويقول: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. كانت الأندلس في عصرها الذهبي روحا حية تنبض بالعلم والجمال، وتتنفس بالفكر والفن. في أزقتها العطرة، وتحت قباب مساجدها، وفي سقوف قصورها، كتب تاريخ لا يمحى، وزرعت قيم ما زالت تنير طريق كل باحث عن النور. لكن عزيزي المستمع، لا شيء يدوم إذا تسلل الضعف إلى النفوس واستبد الترف بالحكام، فتقسمت الأندلس إلى أكثر من 20 دويلة صغيرة يتنازع ملوكها على الأرض والسلطة، ويتقرب بعضهم إلى ملوك أوروبا طلبا للنجدة أو المال. هذا الانقسام أضعف المسلمين، ومهد الطريق للزحف الأوروبي من الشمال بقيادة ملوك قشتالة وليون وأراغون. رغم ذلك لم تخب جذوة الجهاد تماما، فحين استنجد أهل الأندلس بإخوانهم في المغرب لبى نداءهم يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين، فعبر إليهم بجيشه، وألحق بجيوش الإسبان هزيمة ساحقة في معركة الزلاقة عام 1086 للميلاد. ولكن كانت معركة العقاب عام 1212 للميلاد بداية النهاية لحكم المسلمين، فبعدها تهاوت مدن الأندلس واحدة تلو الأخرى، ولم يتبقى سوى غرناطة آخر قلاع الإسلام في الأندلس، التي ظلت صامدة لما يقرب من قرنين. ولكن كان القدر يكتب آخر فصول القصة، فالسيف الذي لا يشهر يصدأ، والإسلام الذي يخجل منه يذبل. فتزاحمت جيوش الإسبان على أبواب غرناطة، واشتد حصارهم لها، وضيقوا عليها الخناق حتى استسلمت. وفي 2 يناير سنة 1492 للميلاد وقع أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر في الأندلس على وثيقة التسليم، وخرج من القصر حزينا منكسرا. وعند جبل مشرف على الوادي التفت باكيا إلى قصر الحمراء، فقالت له أمه: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وبذلك أسدل الستار على 8 قرون من الحضارة الإسلامية في الأندلس، وبدأ العهد الأسود لمحاكم التفتيش
والإبادة الثقافية للمسلمين والعرب في الأندلس، فذاق المسلمون هناك ألوانا من العذاب والاضطهاد والتهجير والقتل. فكم من مسلم أحرق وهو حي وأجبر على التنصر، وكم من مسجد حول إلى كنيسة، وكم من مصحف أحرق. انتهى حكم المسلمين للأندلس، ولكن بقيت آثارهم في العمارة واللغة والعلوم والفكر في أوروبا حتى يومنا هذا، تشهد لحضارة إنسانية نادرة. فلم تزل قصور الحمراء ومساجد قرطبة وبساتين إشبيلية شاهدة على أن هناك في هذا المكان عاش أناس صلوا وعلموا وبنوا وزرعوا، فخلدهم التاريخ وإن خانتهم الأيام. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. عزيزي المستمع، لم تكن الأندلس مجرد رقعة جغرافية، بل كانت رمزا لحضارة شيدها العقل وزينها الإيمان وصانها السيف، ثم خانها الترف والبذخ وأهلكها التنازع والطمع. لم تكن الأندلس حلما عابرا، بل حقيقة صنعها الإيمان ودمرها الانقسام. لم تكن خسارة الأندلس مجرد خسارة أرض، بل خسارة حضارة وفكر وهوية. فليست الأندلس قصة ماض وانتهى، بل هي عبرة لمن أراد أن يتعظ، ودرس لكل أمة نسيت قيمتها. فقد علمتنا الأندلس أن الحضارة تحتاج إلى سيف يحميها، وعقل يبنيها، ويد تصونها، وأن التنازع هو بوابة السقوط، وأن العدل أساس الملك، والتقوى مفتاح الخلود. إنها قصة حضارة بدأت بعبور طارق وانتهت بدموع أبي عبد الله الصغير، ولكنها ما زالت حية في ذاكرة التاريخ. فسلام عليك يا أندلس، يا لحنا غاب عن أوتار العود وبقي حيا في قلوب العاشقين. وهكذا عزيزي المستمع نصل إلى نهاية حلقتنا، فحتى نلتقي وقصة أخرى من قصص الحضارة الإنسانية، لكم منا أرق التحيات. كونوا دائما على مقربة منا في نسمة صوت.